نتسامح انا وياك وسير، الله يسهل عليك. قمر شحال نمير التليفون ديالك؟ عافاك بابا، انا كنتي تشوفيني غير نشوفك، الله يسهل عليك. نتسامح انا وياك وسير، الله يسامح الدنيا واخرى، انا نسامحك. كنا خطاؤون في الدنيا، نوضوا المشاكل مع بعضياتهم. انا ما تستحملش داك المشاكل، دازوا المشاكل. انا والام اللي والداني جات عندي 10 سنين، بقيت نقول لها وريني الاب ديالي، وريني الاب ديالي، وريني الاب ديالي. شنو من عمر؟ هذيك الساعه كانت عندي 19 عام. تعلمت نسكر مع الدراري، تعلمت نكمي مع الدراري، تعلمت ندور مع الدراري. شرفك انا غادي ندير لك خير، غادي نجوجك وغادي نتهنى. واخا القضيه ديال ضحكوا عليا وداو لي شرفي، ممكن توضحي عنا؟ انا صافي هما اصلا ضحكوا عليا في الزنقه، ضحكوا عليا. جات هاد السيده قالت لي دابا سعيد ضحكوا عليك وداو لك. بقيت في الزنقه تندور، تجابني واحد السيده عند هاد السيده اللي دابا انا جالسه معاها. جلست معاها، هزه ساكي بحال شي عزري وتندور، تنخدم من قهوه لقهوه، تندوز من هنا تنمشي من هنا. دوز معاناه. شحال جلستي معاها؟ هاد السيده هادي دابا اللي معاها 16 عام، خرج من عند اللي مربياني الاولانيه عندي 14 عام. كانوا صافي بقيت دازو وصلت 14 عام، خرجت من الدار، هربت بقيت تندور في الزناقي، تندور من هنا من هنا. جات واحد السيده دارت فيا خير، جابني عند هاد السيده اللي دابا علي كبرت وصلت عندي 26 سنه، ولدت واحد الوليد. نفس الغلط اللي دارت الام ديالي. واخا قبل 26 سنه، قبل من وصلتي ل 26، شنو كنتي كديري في هذاك الوقت زعما؟ هذاك الوقت كنت تنخدم غير في القهاوي، كنت تندور من قهوه لقهوه. نوضحها عليك، انا تعلمت نمشي مع الدراري، تعلمت نمشي نسكر مع الدراري، نمشي نبات معاهم، نمشي صافي تما فين حملت. يعني قمر واش كنتي كديري هادشي من داك الحرمان العاطفي والعائلي اللي ما عندكش، او لا كان عقل طيش؟ لا، ما كانش العقل على الحرمان ديال الوالدين، كانش ما عنديش الحنان، ما عايشاش داك الطفوله. زعما انا غادي نمشي نستي داكشي اللي عشتو نستيه. يعني الغياب ديال الام ديالك في الحياه ديالك كنتي طفله اثر عليك؟ اثر عليا بزاف، وانا ما كرهتش غير نشوفها. انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير نشوفها ونتسامح انا وياها، وتكون مجوجه ولا ما مجوجه، غير نشوفها ونتسامح انا وياها وتمشي بحالها. واخا قمر الام ديالك اللي ولدتك الوقت اللي تخلات عليك شحال كانت في العمر ديالك؟ تخلت عندي يلاه عندي يومين، يلاه تزاديت بيومين. وكانت كتجي تشوفك ولا والو؟ كانت جات يلا عندي 10 سنين، جات هي على اساس في الاول جات على اساس في الاول عطاتني في الشهر الاول، خلصاتها بحال الحضانه، الشهر الثاني عطاتها، الشهر الثالث عطاتها، الشهر الرابع قطعت عليها الخبز. يعني خلاتك عند واحد السيده هذيك الساعه وكانت كتخلصها تتخلصها. والام ديالك فين كانت عايشه؟ كانت في الامارات، تدوز من الامارات للسعوديه، من السعوديه للامارات. كانت ساكنه مع شي ناس، تمشي تخدم عندهم في الدار، تتنقلوا من السعوديه للامارات وتتكون معاهم. وصلت عندي انا 10 سنين، جات عطات غير الام ديالي اللي رباتني، عطاتها شهاده الولاده. يعني ما عمرها شافتك المده ديال 10 سنين؟ نهار جات عطاتها غير الورقه عطاتها الورقه تما فين قلت لها وريني بابا، وريني هذه. تناقشت معاها الام اللي مربياني، تناقشوا على الابن ديالي، سالي تناقشوا بحال ناط صداع بيناتهم. هذيك هربت مشات بحالها، هي بقات صافي بقيت نتناقش، انا توريني بابا توريني هذه، بحال ما تستحملش الام ديالي اللي مربياني. صافي وصلت عندي 14 عام هربت. يعني الام الاصليه والام اللي مربياك ملي نتناقشوا على هذا المشكل ديال انك باغا تعرفي الاب ديالك، شكون الضحيه دابا؟ انا هي الضحيه، انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير نشوف الام ديالي. اما كنشوفك كتهضري كترعدي والدموع حابسهم في عينيك. حيت انا داكشي اللي عشتو انا ما يعيشو تا ولدي، ولو عاطيه يتربى. هاد الناس
غيعيشو تا ولدي. يعني دابا يبقى في راسك وباقي في ولدك. بقى فيا ولدي، حتى الام ديالو ما عندها حتى شي حاجه في الحياه. بالنسبه للابن ديال ديالك دار ما عندي حتى شي حاجه في الحياه، ولو يكبر ما عندي حتى شي حاجه في الحياه. واخا الاب ديال الابن ديالك كتشوفيه كتواصلي معاه باقي تنتواصل معاه. وما تواصلتيش مع انك تلقاي انت وياه شي حل باش ما يضيعش هذاك الوليد؟ ولا ذكرني تيقول لي ماشي ولدي. واش بحكم انك ربما خرجتي معاه شربتي معاه قال انك كما درتي معايا ممكن ديري مع واحد اخر؟ تقريبا. شنو النصيحه اللي تقدري تقدمي للشابات؟ نصيحه مني ما يخرجوش من ديورهم، ولو يكونوا غير مربينهم ما يخرجوش، يجلسوا في ديورهم، حيت في الزنقه ما كاينه حتى شي حاجه، كاين غير الديار. غتخرج غادي تحمل، غادي يتكرفسوا عليها بزاف د الحوايج، غتتعلم مخدرات، غادي تتعلم بزاف د الحوايج. نصيحه مني تجلس في دارهم. واخا شنو الاسباب اللي خلاو الام ديالك تخلى عليك؟ الاسباب هو الاب ديالي. دابا انا في خاطري وليت مريضه، تنشوف شي واحد عنده مو باه تيبقى فيا الحال، تنقول علاش انا ما يكونش عندي الاب ديالي والام ديالي، وعلاش وعلاش وعلاش. وانا اللي مربياني دابا ما مخلياني مخصوصه من حتى شي حاجه، ولكن ماشي داك الحنان ديال الام اللي والداك، حتى انا دزت في هاد الظروف. شوف، ما بقاتش في الام اللي والده، ربما كيقولوا ان الام اللي كتربي يعني هي اللي ربات، راه ماشي هي اللي ولدات. حاجه وحده تقدر تقوليها دابا، يعني كلمه حق في الام ديالك اللي مربياك. الام ديالي اللي مربياني ما تباعش ليا الاموال، نكذبش عليك، ما يعوضها حتى شي حاجه. ولو الام ديالي اللي والداني تجي ونتسامح معاها وتمشي بحالها، هادي كاين امي اللي مربياني ما عمرني نسمح فيها. واش الا بانت الام الحقيقيه يعني اللي ولداتك، واش ممكن تسمحي في الام اللي رباتك؟ لا لا، عطاتني يد الرحمه وانا كنت مزيره وما عارفاش والديا، عاد نسمح فيها سنه نعرف والديا ما نقدرش. هادشي اثر فيك نفسيا؟ مرضت وليت ديما مريضه، اللي واحد الفتره تقولها لك الام اللي مربياني مبقاش الناس. كيفاش كتشوفي النظره ديال المجتمع؟ يعني بغيت المحسنين يتعاونوا معايا، ولا كانوا تيعرفوها يوريوها ليا، غير نشوفها. انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير نشوفها ونتسامح انا وياها. قمر، وجهي واحد الرساله للام ديالك. واخا بلاتي الا تلقيتي الام ديالك شنو تقدر تقول لها؟ تكون عندي فرحه كبيره، ما بغيت منها حتى شي حاجه، ماشي على الطمع، ماشي ما بغيت منها حتى شي حاجه، بغيت غير نشوفها، بغيت غير نشوفها ونعنقها ونتسامح انا وياها ونستعلم وتمشي بحالها تمشي، ما بغيت منها حتى شي حاجه. وجهي ليها نداء، نمشي مع الدراري، تعلمت نمشي نسكر مع الدراري.